بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن حاجة من الحاجات المهجورة أو السنن المهجورة اللي احنا أو غالبنا ما يعرفهاش. بعض الأحيان بيبقى فيه ألم أعزكم الله في الجسد أو وجع أو في أيا كان الألم، سواء نفسي عضوي أيا كان الألم. في الحالة دي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نتعامل في الوقت ده ما نحس بألم نعمل ايه. طبعا احنا ما بنقولش ان احنا ما نروحش لطبيب ولا دكتور ولا الكلام ده، لا، احنا بنروح وبناخد العلاج بتاعنا في مواعيد وكل شيء، ولكن مع ده بنتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء و بالاستعانة به سبحانه وتعالى. فطبعا زي ما احنا بناخد العلاج بتاعنا والكلام ده كله، برضو احنا المفروض ان احنا بنلجأ لله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويكون عندنا حسن ظن ويقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب مننا واحنا هنشفى بإذن الله. بنقول مهما كان الألم، حتى لو نفسي عضوي أيا كان الألم، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نتعامل ازاي. أول حاجة بنضع اليد اليمنى مكان الألم وبنقول 3 مرات بسم الله بسم الله بسم الله. بعد كده بنقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. والله يا جماعة، إذا كان اليقين عالي وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عالي جدا، بإذن الله هنلاقي نتيجة رهيبة رهيبة في علاج الألم أو الوجع اللي احنا بنحس بيه. مهم قوي 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 ان احنا نرجع كل شيء لله سبحانه وتعالى، ونستعين بالله في أي شيء يخصنا في أمور حياتنا دنيا أو آخرة. فمع الأخذ بالأسباب احنا هندعي وهنرقي نفسنا وهنقول الدعاء ده، وبإذن الله الألم هيخف وهنشفى بإذن الله. ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا جدا، ان الإحساس بالألم بيقل أو يزيد حسب المناعة، وعندنا أهم مناعة لازم نهتم بيها هي المناعة النفسية، الحالة النفسية. دايما الدكتور يقول الحالة النفسية مهمة لأي مريض. لاحظوا كده، أي مريض بيتقال له خد بالك من حالتك النفسية، ويكلم أهله ويقول لهم حاولوا تخرجوه، حاولوا تخلوا حالته النفسية كويسة عشان المناعة تزيد، وبالتالي العلاج يجيب نتيجة. وأجمل شيء يرفع المناعة طبعا اللجوء لله سبحانه وتعالى. فلازم نربي نفسنا على ان اي شيء بنرجع فيه لله سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب، ويكون عندنا حسن ظن ان ربنا هيكون معانا وباذن الله هنشفى من هذا الالم. يا ريت نتعود على ده ونعلم اولادنا واحفادنا السنن المهجورة دي، لانها فعلا فعلا مهم ان احنا نرجع لها تاني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.